الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وسيد البشر وسيد الرسل وسيد الأنبياء وسيد الأولياء وسيد جميع الخلق. ربنا قال له شنو؟ تقول لي شيخ الصوفية بيتصرف في الكون؟ قال للرسول صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الآية. فالملك لله سبحانه وتعالى، ما في زول. ربنا قال وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إذا كان الرسول سيد البشر ربنا يقول له ليس لك من الأمر شيء، يجي شيخ صوفي يتصرف في الكون كيف؟ يتصرف في الكون كيف؟ يا جماعة ده من القرآن بالعقل ساكت كده. حميدة ده راضي نحن نتكلم هنا؟ ما راضي. أكبر دليل إنه استحضر من هناك قنطرناه وجبناه. صح ولا ما صح؟ وده قاعد عرفت كلامي؟ ده أكبر دليل. ما راضينا. صح ولا ما صح؟ يتصرف فينا أطردنا. وده أنا قاعد أطردنا. تقدر؟ قاعد مرتب كمان ما بتقدر. ولا البرة يتصرف فيني ولا الكباشي ولا المكاشفي ولا الصابونابي ولا أنت ما تتصرف فيني. فهمت كلامي ولا ما فهمته؟ أبدا قاعدين هنا بس توحيد وضدك لحد ما القيامة تقوم وضد الصوفية. امشي قدام دقيقة لا تقلي جاي ورا. انا ما خليتك تتكلم ما في نقاط. لقيت معركة اصبر. طيب قال البرة عنده عصيدة بتدخله الجنة. والله يا جماعة اول مرة اعرف في زول عصيدة بتدخله الجنة، لانه رسولنا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لونه شنو حصل شفتوا؟ صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا وسددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. قال عملي ذاته يدخلني الجنة. عصيدة البرع يدخل الجنة؟ يا ناس الزول ده يحمل يا تدين من الأديان. الرسول قال عملي أنا عمل رسول الله كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. يقول له تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم وتأخر من ذنبك. يقول أفلا أكون عبدا شكورا. بعد ده يقول عملي أنا ذات ما يدخلني الجنة إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. تقول عصيدة البرعي بتدخله؟ عصيدة البرعي بتدخله؟ البرعي إمام الشرك. رضيت فانجطت نططت. البرعي إمام الشرك والكفر في البلد. أديك الأدلة. 1 ديوان رياض الجنة ونور الدجنة الصفحة 119 السطر الأول قصيدة بعنوان إسماعيل ابن عبد الله الولي. يقول البرعي إن ناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل قطب الوصال الكردفاني الذي قد خصه من ربه التبجيل. البرعي قال إذا حصل أمر مهم أو مصيبة في البلد ما تنادي الله، نادي إسماعيل لأنه ولي الله. وربنا يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله. إسماعيل الله ولا دون الله؟ البرعي الله ولا دون الله؟ دون الله. حمادة الله ولا دون الله؟ دون الله. ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الله قال تدعو ليوم القيامة ما يستجيب لك وهو غافل عن دعاك. ما سامعوا وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. عشان كده ربنا هناك قال لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا. اللي تدعون من دون الله ده يا برعي ويا صوفية ويا حمادة ويا حامد بابكر. عرفت كلامي؟ وغيره. ربنا قال لا يسمعون دعاءكم. قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله سماه شرك. الله قال كلام البرعي ده الشرك. أي زول يدعو غير الله الله قال مشرك. يكفرون بشرككم. ربنا قال ولا ينبئك مثل خبير. أديك واحدة تانية. الله قال أي زول يدعو غير الله كافر. والبرعي هنا دعا غير الله. قل يا ولي الله إسماعيل. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر
لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح من يا جماعة الكافرون. الله قال كفار. عرفت كلامي؟ طيب أقف في الصف. هاي خلوه يا خلوه بديك فرصة بديك فرصة. طيب البرا يقول هاي خليه بنديك فرصة. اقعد. البرا قال عنده الشيخ قلب البيت ولد كما جاء في كتاب ليك سلام مني ده للبرعي عبد الرحيم البرعي. قال له سلم يا ولد القلب البيت ولد. وحكى البرعي القصة تحت قال كان للشيخ يعقوب 6 بنات. كلام ده ما كلام حار فخلي الناس تفرفر بذات الزول المرضان، لكن الزول التمام مؤمن تمام بيتكيف. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. عرفت كلامي؟ لما نقول البرعي الجماعة ده بيعرضوا، لو في واحد مدح البرعي الناس بيعرضوا، لكن لما ننزله ونمدح ما قال الله ونمدح النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد الناس المرضانين بيتحركوا بيفرفروا. ما بخليك أبدا. عرفت كلامي؟ البرعي قال كان للشيخ يعقوب، لسه أنا ماشي، كان للشيخ يعقوب، خلوه الزول ده ما تسألوا يا ناس، اقعدوا عليك الله اقعد. طيب البرعي قال كان للشيخ يعقوب 6 بنات. اقعد خلي اقعد. لا ما تمشي، اقعد تعال. قال كان للشيخ يعقوب 6 بنات فشكى لشيخه أحمد الطيب البشير عدم الولد الذكر. ده البرعي كتاب لك سلام مني تأليف عبد الرحيم وقع الله البرعي. فشكى قال لشيخه أحمد الطيب البشير عدم الولد الذكر فأمره البشير أن يحضر أكبرهن بعد صلاة الصبح يوم الجمعة اللي جاء بعد صلاة الصبح يوم الجمعة. طبعا الحوار ما بليد مجساقة جابه طوالي بنته جابه للشيخ. أنا ما أعرف ذاته ده بيحصل كيف أودي بنتي للشيخ. المهم جابه للشيخ فجاب للشيخ جوا. البرعي قال فمسح الشيخ ممكن عليه يدها. هاي ما تقعد تمسحها على البنات ما ترضى كيف، امسحها على البنات ما ترضى كيف. قال البرعي قال فمسح الشيخ يده على الفتاة وده حرام ذاته، حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لا أمس أيدي النساء، حرام، وده زنا ذاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال واليدان تزنيان وزنهما اللمس، لكن الأكبر من الزنا جاي كفر عديل. قال فمر يده على الفتاة تاليا قوله تعالى، داير يلعب بالقرآن زي ما ده بيلعب بالقرآن حميدة. قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هسه دي عنده علاقة بالكلام ده؟ إن يمسح لها بيت في صلوبه وفي ظهرها يعفني يا صوفي يا برعي، رضيت ما رضيت الكتاب قاعد. عرفت كلامي؟ البرعي قال فقلبت ذكرا من حينها. قال البرعي وقد عاش ذلك الولد يا تو الكان بيت هالسعدة، الولد الكان بيت هالسعدة نحو من 55 عاما سنة، وتزوج وخلف بعده ولدا يدعى أبي ورد. وهذه الكرامة لولا وقوفي على صحتها بنفسي البرعي قال لما سطرتها. والبرعي عمل مدحتين، المدحة الأولى في ديوان ليك سلام مني قال له سلم يا ولد القلب البيت ولد. المدحة الثانية في كتاب ديوان رياض الجنة ونرد جنة. البرعي قال وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. الكلام ده حكم شنو في الشريعة؟ انت تلدي بنتك انتايا حميدة او البرعي يقلبوها ولد، او تلدي ولد يقلبوها بنت، ده حكم شنو في الشريعة؟ هل ممكن يحصل؟ نشوف القرآن. ما تصبر هنا لما نقاطك لسه ماشي فيها، هي ما تتضايق، انا ما ضايقتك، اصبر. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لشنو؟ لخلق الله. الله دايره فار دايره بيت دايره ولد. الصوفي اللي بيكورك ده بديك فرصة، لو جيتوا 1000 صوفي بديكم فرص، ما تكورك من برا، ما تكورك، بديك ال3 مايكات بس اصبر. طيب